متأكدة راح تحبوا وصفة اليوم، ألذ ملوخية ممكن تذوقونها. خلونا نبدأ فيديو اليوم ونستمتع مع بعض بالطبخ. بدأت بتقطيع الكزبرة يدويا وممكن نستخدم الفرامة الكهربائية. هذا المزيج المكون من الكزبرة والثوم والكركم المحمصين في الزيت على نار هادئة جدا راح يعطينا روائح حمضية منعشة وخشبية مدخنة. مع مراعاة طريقة التحضير، نبدأ بإضافة الزيت في المقلاة ونستخدم زيت السمسم. نضيف الثوم المهروس وننتبه ما يتحمر وإلا راح تتغير النكهة المطلوبة. نحافظ على الحرارة زي كذا هادية جدا. مجرد تتكون فقاعات صغيرة حول الثوم نضيف الكزبرة ثم الكركم وننتظر إلى أن تفوح الزيوت الطيارة من الثوم والكزبرة والكركم دون مرحلة التحمير. مثل ما تشوفوا ما تحول لونه إلى الذهبي بعد، ولازم نرفعه عن النار بسرعة قبل ما تتغير هالروائح الجميلة. نترك الخليط في وعاء آخر راح نستخدمه في النهاية حتى نحافظ على رائحة الكزبرة والثوم والكركم المنعشين طازجة. كل درجة حرارة تسخين راح تعطي التوابل والأعشاب نكهات مختلفة. بعد انتهينا من الخطوة الأولى وهي استخراج الروائح الدافئة والحلوة والعشبية الدخانية. خطوتنا الثانية طبخ الدجاج حتى نضيفه مع الملوخية اللذيذة. تقريبا خلصت فرم البصل، نروح للغاز. نستخدم نفس المقلاة لا زالت صالحة للاستخدام. نضيف الدجاج والبصل والملح وقليل من القرفة والهيل لإزالة زفرة الدجاج، وتقدروا تستخدموا أي توابل تحبونها. ثم نضيف الماء حتى نحصل على مرق الدجاج. ممكن تخلوا الوصفة بدون دجاج فتلغون هالخطوة. راح أترك الدجاج ينضج على نار خفيفة لمدة تتراوح بين 25 إلى 40 دقيقة أو حتى ينضج الدجاج بالكامل. ننزل الملوخية، طبعا فكت عن التجميد. طبخ البصل فترة طويلة يخلصنا من روائحها الكبريتية اللي هي روائح وحشة، وينتج سكرياتها الطبيعية فيتحول لنكهة لذيذة. نصب الكشنة العطرية اللي سويناها مسبقا ونحرك المزيج حتى يمتزج كل شيء، وبكذا صارت الوصفة جاهزة. ما راح نطبخ الملوخية كثير حتى ما يسود لونها. هذه الوصفة بسيطة جدا والموضوع كله يتعلق بضبط الحرارة حتى تفوح النكهات المطلوبة من الأعشاب والتوابل القليلة. تنفع الوصفة غدا أو عشاء ثقيل أو حتى شوربة في نظام الكيتو. هالوصفة تشعركم بعطش بسبب نوع توابلها الدافئة، فننتبه منها في وجبات ما قبل الصيام. إضافة الدجاج للوصفة كمصدر للبروتين أو حتى لو كانت سادة مقدمة مع البيض المسلوق أو التونة راح تكون وجبة دسمة ومتكاملة. هذا كل شيء لليوم. أتمنى تكونوا استمتعتم بإعداد هذه الوصفة معي. لايككم والاشتراك يدعمني أستمر في المزيد، فلا تترددوا بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك. نلتقي في فيديو قادم بإذن الله. أترككم في رعاية الله.